انا جايه بقى النهارده عشان اقولك على طريقتي في عمل القمر اللي قدامك ده. السمك بقى اللي هتقليه وتخلصي الزيت عليه ولا هتشويه وتخلصي فلوسك عليه. الشوي دلوقتي بقى ب 15 جنيه الكيلو، فخلينا نبعد عن الشوي خالص. اول حاجه انا معايا سمك ماكريل، زي ما انت شايفه كده منضفاه كويس جدا من جوه وغسلته بالشكل ده، اركنه على جنب. ومعايا هنا فلفل رومي وفلفل بارد وحار وثوم وبصل وكمان طماطم. هبدأ ان انا اقطعهم كده زي ما انت شايفة. هقطع الفلفل واحط عليه الثوم، ودول اول حاجة هنعمل الدقة اللي هنملح بيها السمك، وكمان اللي هنتبل بيها السمك من جوه. حطيت الفلفل الاحمر والاخضر في الكبة، وحطيت عليهم الثوم، واحط عليهم التوابل بتاعتي اللي هي ملح وكمون وشوية من الكزبرة الناشفة وكمان عصير الليمون. كده كل الحاجات اللي هنستخدمها في التتبيلة بتاعتنا، كل ده مع بعضه في الكبة كده او في ايد الهون. وبعد كده هنفرمهم مع بعض كويس جدا لحد ما ننعمهم بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. دول هنتبل بيهم السمك من جوه، وكمان بعد ما يطلع السمك في الاخر هنشرب بيهم السمك. بعد بقى ما فرمناهم بالشكل ده كده هنركنهم على جنب. كده كده التتبيلة بتاعتنا بقت جاهزة. هركنها على جنب ونبدأ دلوقتي نكمل في باقي الحاجات اللي هنعملها. نيجي بقى للخلطة اللي هنحشي بيها السمك بتاعنا. عندي هنا فلفل حار وفلفل بارد، قطعتهم مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. عندي كمان بصلاية صغيرة، هبدأ ان انا اقطعها صغير بالشكل اللي انتم شايفينه ده، مكعبات صغيرة. ومعايا كمان طماطمتين هقطعهم بنفس الشكل. كده واضح الحاجات معايا اللي احنا حاطينها. يبقى هنحط طماطم وبصل وفلفل، وكمان هنحط لو عندنا كزبرة بتخليها طعمها حلو جدا. وناخد معلقة من التتبيلة اللي احنا عملناها اللي هنتبل بيها السمك، هناخد معلقة ونقلبها مع بعض كده عشان نملحها كويس. كان عندي كزبرة متقطعة، اللي هي الخضرة بتاعة المحشي دي، أخدت منها شوية وحطيتهم على الخلطة بتاعتي، وبدأت إن أنا أقلب فيهم بالشكل ده. نجيب بقى القالب او الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها. عندي هنا جبت قالب من البايركس وحطيت فيه، فرشته كده بورق الزبده عشان يبقى عازل بين السمك وبين الصينيه، فاقدر في النهايه ان انا اطلعه بسهوله وكمان ما يتحرقش معايا. رشيت عليها رشه بسيطه كده من الزيت، تمسحه مسحه بسيطه بالزيت بالفرشه. وبعد كده هبدا ان انا احشي السمك بتاعي بالشكل ده كده وارصه في الصينيه على طول. الطريقة دي حلوة جدا. أنا عايزة أقول لكم إن الخلطة اللي بتبقى جوه السمك دي والله العظيم بتبقى أحسن من السمك نفسه، طعمها أحلى من السمك. تقدروا كمان تحطوا منها تحت السمك لو انتوا خايفين عليه إن هو يتلسع منكم أو حاجة. حطوا منها تحت السمك وهتبقى حلوة جدا جدا. بدأت ان أنا زي ما انا قلت لكم كده حشيت السمك كله وحطيته رصيته في الصينيه. تقدري ان انت تحطيه مباشر بقى بعد ما تعملي الخطوه دي. تقدري ان انت تحطيه كده على طول في الفرن. انا بشغل الفرن من تحت ومن فوق لحد ما السمك بتاعي يستوي تماما، وبعد كده بطلعه. تقدري تدخليه بالشكل ده وتقدري تعملي زي ما انا هعمل دلوقتي. انا كمان جبت شويه من الرده كده عشان بحبه ان هو يكون واخد لون شويه، فجبت شويه من الرده وبدات ان انا ارش عليه بالشكل ده كده. وبعد كده قلبته وحطيت عليه برده من الناحيه التانية. بيديني لون حلو للسمك، وكمان بيدي معايا النتيجه اللي هي وسط كده، تحس ان هو مش مشوي وفي نفس الوقت مش معمول صينيه بس. حطيت عليه شويه من الرده، وبعد كده بدخله في الفرن على درجة حرارة عالية. بنزل الرف على الرف اللي قبل الأخير من تحت، وبفتح الشواية وبفتح الفرن مع بعض. أول ما بياخد لون وبلاقي السمك معايا استوى، بياخد تقريبا حوالي نص ساعة في الفرن، بطلعه على طول بالشكل ده. ده كده اللون اللي هو أخده. وعايزة أقول لكم إن كمان بياخد اللون ده لو انتوا مش حاطين الردة، يعني الردة بتديله لون غامق شوية أكتر، إنما هو كده كده هياخد لون في كل الأحوال. جبت بقى التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض في الاول، زودتها شويه من الميه وحطيت عليها كمان شويه من الملح زياده، لان تتبيله السمك من بره بتبقى عايزه تبقى مملحه شويه عن اللي بتبقى كمان جوه السمك. وبدات ان انا اشرب السمك بالشكل ده من بره عشان يبقى متبل معايا كله من جوه ومن بره. عملت معاها رز ابيض وشويه من السلطه، حاجه كده سهله وسريعه وبسيطه، وتاخدوا طعم نهائي فظيع. الطعم والله العظيم تحفه. وفري بقى فلوس الشوي، ووفري فلوس القلي، ووفري المجهود والتعب في العمايل وانت واقفه في المطبخ. واعملي الطريقه دي، اعتمدي الطريقه دي هتعجبك جدا جدا. شويه رز ابيض مفلفلين كده مع شويه السمك الحلو بتاعنا ده، وشوفوا التسويه بقى بتاعته عامله ازاي. تسويه ممتازه جدا. القشر بيطلع بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده اهو، مستوي تماما.
ناخد كمان شويه من الخلطه اللي جوه دي. والله العظيم الخلطه اللي جوه دي تتاكل لوحدها من غير السمك حتى. اتمنى اكون افدتكم بالفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. باي باي.